مش قوي كده. انت عارفه انا عازماكي النهارده ليه؟ فاجئيني بقى. اولا عشان نشوف هنبقى اصحاب ولا لا. هو ايه حسب ايه؟ نبقى اصحاب انا حاسه. باذن الله. عايزه تشربي حاجه الاول؟ مش هقول لا. شكرا. قولي لي انت اصلا برج ايه؟ انا برج الجدي. انا واحد واحد بجد، لان الناس عاده بتقول بقى اللي هو عشان ناس كتير قوي بتغير الموضوع عشان المدرسه وكده، بس انا كنت واحد فعلا. تحبي تحتفلي بعيد ميلادك؟ بصي هي دي قصه الصراحه. كان دايما واحد ده كان مثلا واحنا في المدرسه كان وقت امتحانات، وبعدين لما كبرت شويه دخلت الجامعه كان وقت اجازات. اوكي. وبعدين لما كبرت شويه بقيت بقى الناس اصلا يوم واحد ما بتكونش موجوده اصلا. ف يعني كنت بحتفل بيه مع عيلتي وكل حاجه 31/12. بس الاحتفال انا ما كنتش، وانا ما بحبش الشتاء قوي يعني بفضل الصيف، فعملت عيد ميلاد النص بحتفل بيه. اوكي. 1/7. ايه ده؟ انا هحتفل 1/7 مالكيش بحتفل بعيد ميلادي 1/7. بحب الصيف يعني. عايزه اقول حاجه، انا وانا بكبر الصيف ما كانش كده، يعني الصيف دلوقتي الحارق اللي احنا فيه ده حارق. هو بقى تغيير المناخ. انا حاسه ان احنا بنتكلم في الطقس. دخلت في الطقس تم تغيير المناخ. لانه انا وانا بكبر لا كان الصيف عادي، ما كانش الحر الصعب ده. ده جديد. حبيت الصيف وهو جميل. بفضل ان انا اتحر عن ان انا ابرد، يعني البرد بالنسبه لي صعب. اوكي. وده بيبقى صعب شويه في الشغل لانه كتير قوي بنصور بلبس صيفي في عز الشتاء. اوكي. فده بيبقى صعب قوي بالنسبه لي، بس بواجهه. اتفرجي على ايه قبل ما تنامي؟ في كرتون كده بحبه قوي اسمه كلارنس. اوكي. تعواد كده. هو كرتون عبيط قوي وتافه، فده بيساعدني. تفرجيش على الحاجات بتاعت مسح السجاجيد اللي ما بتشوفي سجاده بتنضف. بحب اتفرج على الحاجات اللي هو سبت بيت جوزي عشان خاطر والله بتسحل فيها قوي. تبعتي لي الحاجات دي. السجاجيد دي بجد بتمسح الواحد من جواه. انا عايزه اقول لك على حاجه، انا كنت بكرهك جدا في ليلى. مش بكرهك انتي، انا بكره الشخصيه. حلو، انا كده نجحت. انا كل حلقه ببقى مستفزه منك بطريقه اللي هو ليه. ايوه انا بحب الدور ده قوي. هو دور حلو قوي، وكان بالنسبه لي حاجه كبيره ان انا اللي هو اعمل حاجه مختلفه تماما عن الشكل اللي انا دايما بظهر بيه. فانا اجتهدت قوي في الشيء ده. تحبي اكتر تمثلي الادوار اللي هي السهله اللي زي اللي هو مش سهله، يعني قصدي ان هي ما تبقاش فيها تعقيد وتوكسيك والجو ده، ولا؟ بصي وانا بحب الموضوع يبقى مختلف. يعني قصدي ما افضلش كده كتير وكده كتير. يعني انا دلوقتي مش عايزه اعمل ادوار شر بقى خلاص، يعني فاهمه اللي هو رجعت 7 جار. حاسه بجد ايه اللي حصل؟ انت كلنا كنا احنا. ايوه فبجد حاسه ان انا بقالي كتير قوي في الظلام، فاهمه اللي هو بعمل ادوار كلها وراها حاجات كتير قوي، وانا كنت محتاجه ده في اللحظه دي. بس دلوقتي حاسه ان انا لا، اللي هو هاتولي اي حاجه يا جماعه كومنتي عشان انا يلا نفتح النكد ده بسرعه. ايوه بجد. ناكل بقى اللحظه اللي انا مستنيها، انا جايه اصلا البودكاست ده عشان كده. تحسي وانت طبعا تعاملي وخدي من الرز والملوخيه بتاعتي مفيش مشكله. وانا هاكلك من ورق عنب بتاعي. الملوخيه جامده يا جماعه. هو انت لما بتروحي اللي هو الاوبن بوفيه بتكسف قوي؟ لا انا بقى يعني انا كنت هشرح لك حاجه. انا بروح اجيب حاجه واحده بس. ام علي. تحبي في الفرح بالرقص وكده ولا بتروحي؟ باجي برقص باكل بمشي. مساء الخير. بتحبي تسمعي ايه؟ بحب الراب، بحب الشعبي، بحب الحاجات القديمه، بحب ام كلثوم. لا بحب حاجات مختلفه. يعني انت لو بصيتي كده في البلاي ليست بتاعتي هتلاقي بقى فاهمه حاجه من كل حاجه. انا كده يعني حاجه بتبقى شعبي قوي مثلا، بعد كده مثلا عمرو دياب، بعد كده مثلا اغنيه تركي على اغنيه مش عارفه يعني البلاي ليست بتاعتي مش مفهومه اللي هو انت بتسمعي ايه حضرتك. لا ولما بسمع اغاني جديده كده بحس اللي هو ايه ده، لما حد بيسمعني حاجه جديده مثلا وبكتشف ان في اغنيه حلوه بيبقى احلى احساس. اللي هو بيبقى في حاجات، هو ده معناه ان انا في حاجات ما اعرفش ان هي موجوده حلوه. بتسمع اغنيه جديده بندمها ان انا سمعتها وبقعد اسمعها 90 مره. وبعدين بحس بقى ان انا لو هي على المود بتاعها بقى، لو انا بتجرح معاها بكمل بقى جرح. مين جرحني الله اعلم، بس انا مجروحه دلوقتي. انا مش عارفه ليه بخش في الحاجات دي بس في حاجه بتحصل في المخ لما انت بتبقي متضايقه وبتسمعي مزيكا تضايق. طب بتجلدي ذاتك اكتر او اتفرج على فيفي عبده مثلا. رهيبه بجد، دي بتضحكني. ايوه هي شفتي اخر فوتوشوت اللي كانت منزلاه امبارح؟ كان حلو قوي بجد. بجد جميله، خدت وضعها كده. طب وبعمل حاجه تانية بمناسبه فيفي عبده، بحب اقوم ارقص لما ببقى متضايقه بجد والله العظيم. دي فكره حلوه قوي. شغل اغاني مع نفسي في الاوضه كده، تلاقي بقى فاهمه انا واقفه في حفله. او ان انا تلاقي العكس خالص، لا انام خالص. لا انا لما ببقى متضايقه ابعدوا عني. يعني فاهمه ببقى
في حاجات بحس ان كأن مثلا جوايا حاجات بتطير معرفش يعني، فبحاول ابقى لوحدي على قد ما اقدر عشان ما فاهمه ما انفجرش قدام حد يجي ولا حد اي حاجه. اوكي. وبكتب. اوكي. الكتابه بتفرق معايا قوي يعني، بحاول افهم بقى نفسي ومش عارف ايه. مع نفسك بقعد بتقعد اكتب بقى احاول اكتب وبتاع، برجع كويسه تمام. ها يا جماعه انا لذيذه، يلا نروح الفرح. كان فكره عبيطه خالص وانا صغيره، نفسي كان يبقى ليا مكان ان انا اروح يقول لي انا عارف، انا كنت متاكد ان انا هلاقيك هنا. ايه ده الله بجد والله. ده محمد فؤاد كان بيعمل كده في اسماعيليه رايح جاي اظن. بصي اعزمي عليا بقى عشان حسسيني ان انا ضيفه. لا 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 صاحبه بيت، عارفه الناس دي انا مش عايزه مع حد قوي، اللي هو يا جماعه كله. انا كده اول عكس تماما، او لو همسك طبق كل واحد اللي هو احط احطه له بالعافيه. حسب انا جعانه قد ايه برضو. انت ورك مش قوي كده، انا مش عارفه مش اطلع قوي كده. انا مش عارفه اطلع. استني خلاص بقى. انت عرفتي تتعاملي اهو. اهي خلاص طلع. برافو عليكي. انا يعني انا مش قوي، هنكمل بعد الفيديو. ماشي اوكي. تحبي لا لو- انت مصره يا نهاري. طب يعني انا هتعامل اطلعها لك عندك ولا اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ قولي لي اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انا وقفت سيبيها خالص. تعرفي تطبخي ايه؟ ايه ده احنا سويتش على ده. يعني كلت اهو خلاص. ماشي. بقول لك بتعرفي تطبخي ايه؟ رز وملوخيه. لما حد بيحور عليكي طب بتبقي عارفه على فاسيه طول. صح؟ اللي هو كمل. بس انا المفروض ان هو ابقى عادي يعني، نفسي ابقى اللي هو اوكي انت بتحور انا مصدقه الحوار مثلا. يعني مش عايزه تحلي انا كنت لسه عايزه اقول لك هنحط ده على جنب كده وعايزه تاكلي حاجه حلوه. شكرا. بس دي لازم تاكل بالايد. بس ده حاسه بقى اللي هو فاهمه هلغوص جامد. بتحبي القهوه اصلا؟ مؤخرا بدات، ما كنتش عمري بشرب قهوه ابدا. اختياراتك عامه مدمره حياتك ولا عادي؟ نص نص يعني، في حاجات مدمره بروح في داخله في حيطه جميله. التجربه يا جماعه لازم ناخد لازم ناخد التجربه بنفسي التجربة واقول لكم الاكسبيرينس هي عندي. بتبقى غلسه قوي لما انت بتخشي في نفس الحيطه يعني، فاهمه؟ دي بس اللي بتبقى غلسه لحد ما انت تاخدي بالك بقى انه ده في حيطه هنا. ما انت بتنسي. عادي يعني. انت اصلا بتحبي تخرجي تعملي حركه وكده ولا قاعده في حته وكده؟ لا انا طول الوقت بره. المره الجايه عندك بقى في العيد نقعد نتفرج ماشي على يلا تعالي. مسرحيات وننتخ، نطلب حاجات يعني اطلب لك انت رز وملوخيه نطلب بيتزا. ماشي اتفقنا؟ اوكي. يلا شكرا بينا. يا ندى. انا عارفه على ايه، انت اتبسطتي؟ اتبسطت وهبسط لسه اما اكل اكتر. طيب ماشي. بكل بالظبط.